ابراهيم بيه، انا استاذ جامعه والدكتور جمال يعرف الكلام ده. يمكن الوقت الحمد لله ما عادش فيه اللي هو التصحيح، بقى كله تصحيح الكتروني. التصحيح الالكتروني ده حمانه من ايه؟ حمانه من الضغط. الحمد لله يمكن اغلب دكاتره جامعات واساتذه الجامعات في مصر جالهم ضغط اثناء التصحيح. لان للاسف الطلبه ما بتعرفش تكتب. الاملا ما فيش املا. ما بيعرفوش يكتبوا لغه عربيه، ما فيش. خدت بالنا؟ والكلام ده مقاسي حقيقه. ازاي طالب دخل ابتدائي اعدادي ثانوي وتخرج من الثانوي خد شهاده ودخل الجامعه مش عارف يكتب. مش عارف يتعلم الكمبيوتر واللغه، لا مش عارف يكتب. فدي كانت مأساة سببت ضغط لاغلب اساتذه الجامعات في مصر. فاحنا ترحمنا بموضوع التصحيح الالكتروني. والله ترحمنا الحمد لله. فالعلم منظومه تعليميه لابد ان هي تكون رفيعه المستوى بعيدا عن شهادات والكلام اللي احنا بندور عليه ده. لا، احنا عايزين التعليم تعليم.